اسمي أحمد يحيى أحمد محمد الجوفي من محافظة ذمار. أتيت لكي أشارك في مهرجان الرسول الأعظم في مجال تلاوة القرآن الكريم، وإن شاء الله أتأهل إلى المرحلة الأخيرة بعون الله. نستقبل معنا أول متسابق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شعورك اليوم وأنت داخل المسابقة؟ والله حاجة رائعة إن شاء الله. إيش توقعاتك؟ توقعاتي إن شاء الله بإذن الله إن إحنا في المرتبة الأولى إن شاء الله. هذه أول مرة تشارك معنا؟ أول مرة طبعا. بالتوفيق إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أحسنت وبارك الله فيك. هناك بعض الملاحظات في الوقفة الابتدائية تركز عليها، وكذلك في أحكام التجويد مدود وما غيرها. بارك الله فيك، أحسنت. يعطيك العافية إن شاء الله. الله يجزاك. كيف كان الوضع جوا؟ الحمد لله، يعني من أحسن ما يكون. إيش رأيك بتقييم اللجنة لأدائك؟ إن شاء الله الأول إن شاء الله. بإذن الله وبالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ورتل القرآن ترتيلا. ها نحن وإياكم قد سمعنا تلك المواهب الجميلة في ترتيل القرآن وتجويده، ومن هؤلاء الكوكبة والصفوة سيخرج مجموعة منهم ويتأهلون إلى المرحلة الثانية، المرحلة الفاصلة لمن سينتقل إلى مهرجان الرسول الأعظم اليوم. ومن هؤلاء المتسابقين كلهم تأهل معنا قرابة 16 متسابقا قارئا للقرآن وممن يرتلونه بأحسن ترتيل. من تأهل معنا هم أحمد الجوفي، بديع الراعي،